أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالإخوان في أجدير بريس. بالنسبة لهذه ليلة العيد المبارك، ليلة العيد الفطر المباركة، تنحيوها في المعهد ديال الشاويات التابع لجمعية الإمام مالك. والحمد لله دأبنا على هذه السنة هذه المباركة، إحياء ليلة العيد اللي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. وهذا الحمد لله خير كبير باش نتعاملوا مع رمضان تنقصوا إن شاء الله حتى الشروق. دابا الوتر النبوي، الناس ما تيصليوش تيقولوا سميت التراويح، وان هذا سميتو الوتر النبوي اللي هو السنه ديال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. وتنقصوا تنفطروا بالتمر والحليب، السنه ديال الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. تشوفوا الناس مقبلين تيجيو باش يصليو هذه الليله هذه المباركه الطيبه. نطلب الله تعالى يوفقنا، ونطلب الله سبحانه وتعالى ان يبارك لامه رسول الله في هذا العيد السعيد، وان يدخله علينا بالفرح والسرور والمحبه والوئام والسلام، وجمع شمل المسلمين في بقاع الدنيا. آمين. على الخير والبركة. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الدين، والحمد لله رب العالمين. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. يوم القيامة تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر الصالحين، السلام عليك يا شهر الأولياء، السلام عليك يا شهر المصلحين، السلام عليك يا شهر القانتين، السلام عليك يا شهر الخاشعين، السلام عليك يا شهر من يقيم شرع الله، السلام عليك يا شهر القرآن. اللهم يا ربي إن أحييتنا إلى العام المقبل ووفقنا لما تحبه وترضاه، ووفقنا لما تحبه وترضاه، ووفقنا لما تحبه وترضاه، ووفقنا لما تحبه وترضاه. وإن قبضنا أرواحنا، وإن قبضنا أرواحنا فاغفر لنا وارحمها الرحمن، وألقى بها الغفور، وألقى بها الحنان، وألقى بها المنان، وألقى بها الملك، وألقى بها المؤمن، وألقى بها الله، وألقى بها المهيمن، وألقى بها العزيز. نهنا إليه رجعنا إليه يا رب. بلغنا ليلة القدر بالتمام والكمال، بالتمام والكمال بك أني قد غفرت له. أشهدكم يا ملائكة
أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم أني قبلته أني قبلته يا رب يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا في النظر إلى وجهك الكريم يا رب ونخشى عذابك ونخشى عذابك يوم أبيض وجوه اللهم يا رب كما سمعتنا مع إخواننا وأخواتنا في هذا المكان المبارك يا رب لا تخيب رجاءهم يا رب اعطهم فوق ما نووا يا رب اعطهم فوق ما نووا يا رب اعطهم فوق ما نووا يا رب كن معهم يا رب ارحمهم يا رب اجعلهم من أصفيائك جمعتنا معهم في هذا الشهر المبارك كما جمعتنا معهم وأحببناهم في الله وأحببناهم أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. الحمد لله العزيز الغفار الكريم الستار المتفضل على أوليائه بالمواهب والأنوار والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان الأنوران الأزهران على سيدنا محمد الحبيب المحبوب النعمة الموهوب صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته وذريته والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال سبحانه: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فاللهم إنا نسألك من فضلك ونسألك من جودك وكرمك سبحانه وتعالى. أسعد أسدك المؤمن وأسعد أسدك المؤمنة اللي دوز الأيام ديال المباركة الطيبة في طاعة الله، في حب رسول الله، في حب كتاب الله، في حب المؤمنين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمان واحتساب، عمل، جهد، ولكن في الآخر كاين النتيجة، في الأخير كاين العطاء وكاين الجزاء وكاين الفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ربنا سبحانه عز وجل، تيعطي بالجزيل وتيكرم وتيسمح وتيغفر وتيتوب على التوابين ويحب التوابين ويحب المتطهرين من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصبيحة ديال يوم العيد، يوم العيد إخواني أخواتي، يوم الجائزة، يوم العطاء، يوم الكرم، يوم المحبة، اليوم اللي تتفرق فيه المنشور ديال العطاء الله سبحانه وتعالى، اليوم اللي تيكرم فيه سيد ربي سبحانه وتعالى لعباد ديال المحسنون المحتسبون. تيكرم سيد ربي سبحانه وتعالى، تيعطي سبحانه وتعالى، تيغفر سبحانه وتعالى. فهل استشعرنا هذه الحقيقة ديال هذه الأيام المباركة،
هذه الحقيقة الأيام المباركة هي أن نداوم على هذا الخير وعلى هذا الفضول وعلى هذا النور وعلى هذا التقرب وعلى هذا الحب فيما بيننا. الدنيا دايزة باش نعطى الله سبحانه وتعالى أيام قلائل وغادي نمشيو عند الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لذلك المؤمن والمؤمنة نحافظوا على هذا الخير، نحافظوا على هذا النور، نحافظوا على هذا التقرب. وما تقرب إلي عبدي أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعطيك سيد ربي، يكرمك سيد ربي، يغفر لك سيد ربي، يصلح لك الدنيا والآخرة، يصلح الوليدات، يصلح الجيران، يصلح الأحباب والمعارف، لأنك تنفق من الخير، لأنك قلبك سليم على عباد الله. وهذا القلب هو باش تجي الله تعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا أحباب رسول الله، في حديثه عليه الصلاة والسلام في اليوم في الصبيحة ديال العيد اش يقول سيد ربي سبحانه وتعالى؟ الملائكة ديالو، الكتبة ديالو، المخلوقات النورانية الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في حديثه عليه الصلاة والسلام تقول سيد ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فيما رواه حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى: فإذا كانت ليلة العيد أي ليلة ديال الفطر فاش تيفطروا الناس وتيعيدوا وتفرحوا، سميت تلك الليلة بليلة الجائزة. فإذا كانت الصباح ديال الخروج ديال الناس وهما غاديين للمصلى باش يصليو صلاة العيد، بعث الله عز وجل تيصيفط سيد ربي الملائكة ديالو على البيبان ديال الطرقات، في الأفواه ديال الطرقات في كل البقاع.